التسوق ديالك المفضل؟ الشهير ديالنا اللي هو وان اكس بت. موقع وان اكس بت هو الموقع اللي كيمكن داكشي بسيط وسهل وايزي. اول ما تنسى تدخل البرومو كود ديالي بين 24 وان اكس بت. وان اكس بت واحد البلاتفورم اللي كتمكن انك تشجع الفريق. الا لاحظتوا مؤخرا وليتي فاش كتكون كتفرج في الريلز في انستغرام كتلقى في هذوك الفيديوهات هاد اللوغو هذا ولا هاد اللوغو الثاني حتى هو. وحتى يوتيوب شي مرات كتدخل تفرج شي فيديو حتى كتلقى داك اليوتيوبر كيقول هادي واحد ستيج باش تشجع الفريق ديالك الى اخره. وهذا هو الموضوع ديال الفيديو ديالنا واللي هو القمر. ومن هذا الفيديو غادي تخرج عارف كلشي على القمر، شحال كيتخلصوا اليوتيوبر فاش كيديروا ليه اشهار، وشنو هما الانواع ديال القمر، وشنو المرحله اللي ممكن يوصلك ليها القمر، واش بصح تقدر تولي تبيع حوايجك على ودو. فيديو زوين ما طويلش بزاف، فيه بزاف ديال المعلومات، نتمنى انك تفرج فيه حتى الاخر. قبل ما نبداو ما تنساش انك دير لايك وشي تعليق كتب فيه اي حاجه ويلا. القمر واللي هو واحد النوع ديال الالعاب اللي محرمه في الدين ديالنا، خصوصا النوع اللي كيديروا ليه اليوتيوبر الاشهار، واللي هو انك تقمر على شي فرقه ديال الكره. مثلا لعب البارسا والريال، انت كتمشي تخلص واحد المبلغ بسيط وكتاخذ واحد الورقه فيها النتيجه اللي توقعتيها. مثلا انت قلتي بلي البارسا غادا تربح الريال ب3-0، وخرجت ديك النتيجه اللي قلتي صحيحه، فراك كتربح واحد المبلغ مالي يقدر يكون كبير ويقدر يكون صغير على حسب الورقه اللي خلصتي شحال فيها. ولكن انت راك درتي واحد الذنب كبير. ربحتي في الدنيا ولكن خسرتي مع الاخره، حيت الدين ديالنا كيقول لا يعلم الغيب الا الله. ولكن انت شركتي بالله وعلمتي بالغيب وعلمتي بشي حاجه اللي مازال ما وقعاتش واللي عالم بها غير الله. الانواع ديال القمر كاينه بزاف، ومنها من نرد وطاوله الزهر وحتى الكارطه داخله في العاب القمار. اول لعبه ديال القمر كانت سميتها الرولات، وبان سنه 1815 في المانيا، وكان متاح انك تلعبها في بزاف ديال الكازينوات. ومن بعد نقلاتها فرنسا ودار لها واحد خونا اللي سميتو فرانسوا، واحد الكازينو قريب لمدينه نيس الفرنسيه. اشهر شركه ديال القمار في العالم هي شركه وان اكسشينج. هاد الشركه كبيره بزاف وعندها بزاف ديال الفروع في جميع انحاء العالم، وقادره توصل لجميع انحاء العالم وعندها نفوذ كبير. شركه وان اكسشينج هذه هي شركه ديال التقمار اونلاين، عندها ترخيص من جزيره كورسا، وتاسست الشركه سنه 2007 وتسجلات في المدينه ديال قبرص. دابا ندوزو المعقول ونهضروا ونعرفوا علاش بنادم ولا مدمن على القمر، وشنو المرحله اللي ممكن يوصل لها بسببه. بحال هادي كانوا الاغلبيه ديال الناس اللي مدمنين على القمر هما الناس الكبار في العمر، وكانوا مدمنين على داك النوع اللي سميتو تشيلسي. كيقمروا على العودان، كل واحد كيشري ورقه فيها الرقم ديال شي عود، وكيكون واحد السباق ديال دوك العودان، والعود اللي وصل هو الاول ولا الثاني ولا الثالث مول ديك الورقه اللي فيها الرقم ديال داك العود كيربح واحد المبلغ مالي. المهم هذا كان من الانواع الشائعه انذاك، ولكن مع التطور ديال الوقت والانترنت ولا الجيل المبلي بالقمر هما الشباب الدراري اللي من عمر 18 ل 30 عام. ما عرفتوش يقدر يكون طاري لك هاد البلان انت، ولكن شي مرات كتكون مريح مع شيرك حتى كتسمعو قال كون غلعبت شي ورقه نخربها فلوس انا، بما يعني انه بغى يقمر. ولكن منين جاب هاد الفكره وكيفاش وصلت ليه؟ كاينين بزاف ديال الناس اللي كيسميو راسهم مؤثرين، كيكون عندهم كونت انستغرام ولا تيك توك وعندهم بزاف ديال المتابعين، كيتواصلوا معهم الشركات ديال القمار وكيغريوهم بمبالغ ماليه كبيره، كتبدا من 5000 درهم حتى ل 5 المليون على حسب المشاهدات والمتابعين اللي كاينين عندك في داك الكونت. وبما انه داك المؤثر عنده غير داك الكونت انستغرام وما يقدرش يدخل منه فلوس الا بديك الطريقه، فراه كيقبل وكيتغرب داك المبلغ وكيدير فيديوهات كيقول لهم الدراري شوفوا شحال صورت اليوم، هادشي غير في 24 ساعه، اجيو نتوما دخلوا للتيليجرام، هذه هي السميه ديال الموقع. والاكثر من ذلك كيعطيك الادله، كيوريك هو كيحط مليون على شي تقميره، ولكن ولي المعلومه داك الكونت اللي كيكون عنده ديال وان اكسشينج وكيبقى يصور به فيديوهات، كتكون الشركه اللي عاطيها ليه وكتكون سميتو حساب وهمي، كيكونوا فيه فلوس ما كيتسالاوش باش يبقى يصور به فيديوهات. وهكا كيفاش كيتقولبوا اغلبيه ديال الشباب. وبما انه الشباب ديال اليوم محطمين وباغيين غير يصوفيو باي طريقه، كيكون القمر هو الحل الوحيد قدامهم. كاينين بزاف ديال الحلول اخرين ولكن القمر هو السهل، وخا ساهل ممكن يدمر لك حياتك ديال بصح. القمر كيبدا غير بالضحك، كتلعب ب10 دراهم كتربح 50، كتلعب ب50 وكتربح 200، وكتلعب بديك 200 وكتمشي ليك بمره، وكتعاود تلعب ب500 درهم وكتربح 1000 درهم، وكل ما زدتي ربحتي كل ما زدتي خسرتي. وما غايجيش واحد يقول لي حقا غادي نلعب وفاش نلعب شي مبلغ كبير ربحو غادي نحبس، راك مستحيل تحبس، مستحيل تحبس من داكشي، حتى كتوصل لواحد المرحله اللي ما كيبقى عندك فيها والو، وكتولي تسلف وتلعب ولا تبيع شي حاجه من حوايجك موطورك، كتولي تقول نرجع غير فلوسي ونحبس، ولكن ما كترجعهمش وكتدمر حياتك بيديك. وهذه كتكون هي النهايه ديال اي قمار مدمن.
ونهضروا غير بالعقل وبالمنطق. كانوا هادوك صحاب انستغرام اللي كيوريكم دوك الفيديوهات ديال واحد رابح 10 المليون في النهار، راه خاص تكون ولات عنده الثروه ديال ميسي ورونالدو، ما غيبقاش اصلا يقول لكم دخلوا عندي الجروب ديال تيليجرام الدراري عافاكم وداك التخربيق كامل. راه لا يتقبلوا العقل واحد كيدخل ملايين في النهار كيطلب بنادم يدخل عنده الجروب تيليجرام الاصدقاء. وانما هادشي مجرد تمثيل كيمشيو ضحايا العقول البسيطه. والحل الوحيد باش تبعد من هاد القمر وتجنب انك تطيح فيه شي نهار هو التقرب من الله والصلاه والخوف من الله، وتكون راضي بداكشي اللي عندك. وماشي ضروري شي واحد عنده ايفون ولا شي سروال اللي غالي، حتى انت خصو يكون عندك. وإلا بغيتي شي حاجه خدم عليها وباش تحس بقيمتها وتحافظ عليها، حيت اي حاجه كتجي بالزربه كتمشي بالزربه، وكون متاكد منها. هادشي اللي كان في هاد الفيديو. الى عجبك ما تنساش لايك كومنت وبيس عليكم الاصدقاء.